المشاهدون الأكارم مسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد. البدء بأهم ما جاء فيها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى البلاد صباح اليوم الخامس من مايو، مختتما زيارته إلى إثيوبيا استغرقت يومان. وأجرى فخامته في الزيارة بحثا واسعا ومعمقا مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الأفكار فيما يتعلق بتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تفقد فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوفد على المستوى المرافق له المشاريع الواقعة في أديس أبابا وإقليم أوروميا. رافق فخامة الرئيس إسياس أفورقي في زيارته كل من معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبر آبي. أعلنت وزارة الصحة شفاء 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر الوطني، وقد أرسلوا اليوم الخامس من مايو إلى منازلهم. يذكر أن 26 مصابا كان قد تم توديعهم إلى بيوتهم بعد شفائهم، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 30 حالة شفاء. وحتى الآن بلغت حالات الإصابة في البلاد بمرض كورونا 39 حالة. وزارة الصحة الخامس من مايو 2020. أفاد تقرير وزارة الصحة اليومي التبرع بأكثر من 5 مليون نافة لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا. وبموجب التقرير فإن أعضاء وزارة الصحة تبرعوا ب300,311,000 نقفة، وهدمونا جنرال تريدينج مليون نقفة، والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب إضافة لتبرعها السابق باسم الجمعية تبرعت ب118,343 نقفة باسم العاملين وإدارة وسط مدينة دكم حرم 132,237 نقفة، ومكتب شؤون الحج والعمرة الإريتري 100,000 نقفة. وتبرعت مؤسسة فيجن انتربرايز 50,000 نقفة، وعمال هاجر بايو مولكيلار ميديكال سنتر 42,010 نقفة، وعد مألوبة 39,800 نقفة، ومؤسسة سبارجوما للمياه المعدنية 30,000 نقفة، وضاحية حشملة 26,800 نقفة. وسكان العلاي وتحت أيسر الجغا 21,450 نقفة، وورشة صابرينا للحدادة والنجارة 20,000 نقفة، وهيفن إكسبورت 10,000 نقفة، وضاحية وارا 10,000 نقفة، ودكان بيع لوتري قبر أب قرمسيون 10,000 نقفة، وجمعية كيدان مهرة أفدي وصحف لام المقيمين في سرجغ 10,000 نقفة، وخدمات مياه عدرد 10,000 نقفة. وتبرع الضحية مصالو 7,000 نقفة، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية بمدينة مندفرة 5,000 نقفة، ودهلك للأثاث 5,000 نقفة، ومنتزه سمهر بقحدلة 5,000 نقفة، وصياغة شبح للذهب 5,000 نقفة، وطاحونة أتاخلتي قبرو للفلفل الأحمر والحمص 5,000 نقفة، ومقهى سيتي سنتر 4,000 نقفة، ومطعم اللوام 3,000 نقفة، وعدد كبير من المواطنين أكثر من 50,000 نقفة.
وقدمت 9 مواطنات مقيمات في نيروبي الكينية $1000 أمريكي إضافة إلى تبرعهن السابق عبر الأسرة والفرد والجالية. تتواصل المساعدات المجتمعية للأسر الملازمة بيوتها في مديريتي دكم حرة وعد غيح تنفيذا لإجراءات مكافحة وباء كورونا. وقد تم توزيع المواد الغذائية المقدمة من مدرسة الثورة الداخلية بدكم حرة والجمعية التعاونية لأعضاء المستشفى العسكري في عد غيح للمحتاجين. وقدمت الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 61 سابقا فرع دكم حرة 500 نعفة لكل من 11 أسرة. وقررت أسرة قشي تخل مكيال ولد مكيال إلغاء إيجارات شهرين ل17 أسرة، وأسرة حاج محمد فقي إيجارات 3 أشهر ل7 أسر، وأسرة أرقاي كبراب إيجارات 7 أسر حتى زوال كورونا. وفي بلدة معداقة قرر السيد محمد صالح إلغاء إيجارات شهرين ل8 مستأجر، والسيدة فاطمة إسماعيل إيجار شهرين لأسرة واحدة. وألغت السيدة إحدى أسفها المقيمة في أمريكا إيجار شهر ل6 أسر في عد قيح، ومواطن يترك إيجار شهرين لأسرة واحدة. ذكر مزارعو مديرية عد غيح بأن بذور البطاطا المحسنة التي قدمتها لهم وزارة الزراعة عام 2015 تحقق إنتاج جيد. وأوضح المزارعون تهجينهم لهذه البذور وحصولهم على إنتاج وفير غطى احتياجات المديرية ويصدر للمدن الأخرى. وقال خبير الخضر والفاكهة في مديرية عد غيح السيد منقس أب أرأية أن بذور البطاطس المهجنة في مديرية عد غيح ترسل إلى مديريات الإقليمين الجنوبي والأوسط. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 250,000 شخص في العالم وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وقد تصدرت أوروبا قائمة هذه الحصيلة، إذ سجلت أكثر من 140,000 ضحية بسبب هذا الوباء. ووفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية، تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 250,000 نسمة، أكثر من 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، وهي حصيلة سجلت منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي. أما على مستوى توزع الوفيات على القارات، فقد تصدرت أوروبا القائمة، إذ يبلغ عدد ضحايا الوباء 140,023 شخصا. ويشار إلى أن دراسات عدة نشرت رجحت أن يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة 100,000 بحلول شهر يونيو، مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن القضاء على الجائحة التي شلت أقتصاد العالم أجمع لن يتحقق سوى بعد اكتشاف لقاح أو علاج للفيروس. قال وزير النقل الصومالي إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا تحطمت في الصومال، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وعددهم 6. وأحجم الوزير عن التكهن بسبب التحطم، لكن وزيرا سابقا للدفاع أبلغ رويترز أن أحد الشهود بالمطار قال له إنها أسقطت على ما يبدو. وقال وزير النقل محمد الصلاة لرويترز إن 6 أفراد وهم الطيار ومساعده ومهندس الرحلة وطيار متدرب، فضلا عن شخصين آخرين يعملان في شركة الطيران، كانوا على متن الطائرة، مضيفا أنه تم انتشال 5 جثث حتى الآن. وقالت وكالة الأنباء الصومالية أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبرس للطيران، وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
أعلن السلاح البحري الأمريكي أن 4 من سفنها الحربية أبحرت في بحر بارتنس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيدا على حربة الملاحة في المحيط المتجمد الشمالي في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقال السلاح البحري في بيان إن 3 مدمرات بالإضافة إلى سفينة التموين دخلت بحر بارتنس ترافقها فرقاطة بريطانيا. وأوضح البيان أن الهدف من هذه المهمة هو التأكيد على حربة الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء، مشددا على أن ما من سفينة أمريكية على الإطلاق أبحرت في بحر بارتنس منذ منتصف الثمانينيات. ولفتت البحرية الأمريكية في بيانها إلى أن وزارة الدفاع الروسية أخطرت بهذه الرحلة في الأول من مايو لتجنب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد أرضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عن نتائج اجتماع قادة الدول الأوروبية الذي انعقد الاثنين لجمع تبرعات بهدف تمويل أبحاث الإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ضمن مبادرة أوروبية أطلقت بدعم من منظمة الصحة العالمية. وقالت فوندير إنه تم جمع 7.4 مليار يورو، معبرة عن شكرها للدول التي دعمت المبادرة. وكان القادة الأوروبيون والمنظمة قد سعوا من خلال هذا الاجتماع عبر الإنترنت إلى جمع نحو 7.5 مليار يورو. وهذه التبرعات ستطلق عليها تعاونا عالميا غير مسبوق، ليس فقط بين العلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية في جميع دول العالم، لكن أيضا بين العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، باستثناء الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللتان لم تبديا اهتماما بالمشروع. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.